السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كيكة الروان. طبعا كلكم عارفينها، كيكة سهلة جدا ان شاء الله بمقادير بسيطة موجودة عندنا في البيت واقتصادية. ان شاء الله هنعملها مع بعض، تطلع ان شاء الله جميلة جدا. بس نعرف اول المقادير بتاعتنا هتكون ايه. انا عندي هنا نص كوباية سكر. عندي نص كوباية سكر، وعندي هنا نص كوباية دقيق ابيض، اللي هو العادي بتاعنا. وعندي نص كوباية دقيق سميد. وعندي كمان نص كوبايه سكر ده بقى للشربات اللي احنا هنعمله بتاع كيكه الروان، لان انتوا عارفين ان هو بيتصب عليها بعد ما بتخلص شربات. هنعمل نص كوبايه من السكر على نص كوبايه من الميه، على عصره الليمون. وعندي هنا كمان 5 بيضات بدرجه حراره المطبخ. وعندي هنا نص معلقه بيكنج باودر، ورشه ملح، وفانيليا. ممكن نعمل باكويان فانيليا، وممكن نعمل كمان نص معلقه خل كبيره عشان تضيع زفاره البيض زي ما انتوا عارفين. دي مقادير بسيطه جدا موجوده عندنا في البيت، نقدر نعملها بكل سهوله، وان شاء الله تطلع معانا كويسه وحلوه. بس انا عندي هنا ما عنديش مضرب بيض. هضربها في الخلاط وان شاء الله هتطلع بنفس النتيجه باذن الله. خلينا مع بعض كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه باذن الله هعمل اول الشربات عشان احطه على النار، وعلى بال ما نجهز الكيكه بتاعتنا. خليكم معايا يا حبايبي. بقى دلوقتي انا جبت حله اهوت عشان احط فيها السكر اللي احنا هنعمل فيه الشربات بتاعنا. نحط نص كوبايه السكر بتاعتنا. انتوا عارفين ان هي برضو فيها سكر، فاحنا مش هنكتر سكر. وهنحط كمان نص كوبايه الميه. وهنعصر فلقه الليمونه، ونسيبهم بقى على النار كده يغلوا لحد ما نعمل الكيكه بتاعتنا ان شاء الله، وهتطلع ان شاء الله سهله وبسيطه. هنحط المكونات الجافه مع بعض، وهنعمل المكونات السايله مع بعض في الخلاط، وان شاء الله هتطلع بنتيجه ان شاء الله كويسه. خليكم كده معايا اما نشوف هنعمل ايه. ما هحط بقى ده على النار ونعمل مع بعض الكيكه. بصوا كده بقى يا حبايبي هنعمل ايه. هنجيب بقى ال5 بيضات بتوعنا. اول حاجه لازم يكون الخلاط بتاعنا ناشف خالص، ما فيهوش اي ميه ولا اي سوائل خالص، عشان طبعا البيض يرتفع معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل كده البيض كله في الخلاط، وهننزل معاه السكر. ننزل معاه نص كوبايه السكر، وننزل معاه الفانيليا، وهنحط كمان عليه معلقه خل كبيره، او نص معلقه خل كبيره. هنفضل بقى نضرب في الخليط ده لحد ما كله يمتزج مع بعض ويبقى زي الكريمي ولونه يفتح. نعرف كده ان هو اتضرب كويس وبقى خليط مظبوط. نقدر نحط بقى عليه المواد الجافه. خليكم معايا كده يا حبايبي، هضربه وارجع اوريه لكم تاني. يا حبايبي بعد ما ضربناه الخليط، طبعا زي ما انتم شايفينه لونه فتح اهو. هننزل عليه بقى المكونات الجافه دي. اول حاجه هننزل اللي هو الدقيق، بس ننزله حبه حبه كده، وبعدين نقلب. ندوبه فيه كده عشان نطلع طبعا الهواء كده. اهو ندوبه كده معانا كده. هي مكوناتها بسيطة وسهلة، وطبعا موجودة عندنا في كل بيت، يعني ما فيش اي حاجة ان شاء الله تقدر تكلفنا من بره. ننزل بقى بالدقيق واحدة واحدة كده معانا. والاحسن ان احنا نكون نخلينه، وانا ممكن ندخله كمان تاني. عشان ما يعملش اي تكتلات معانا. ننزله كده واحدة واحدة ونقلب لحد ما نخلص نص كوباية كلها. الكيكة دي بتبقى جميلة جدا وطعمة، وكل طبعا الاولاد هيحبوها، وسهلة بتتعمل في وقت قصير.
ما بتاخدش وقت خالص. ننزل بباقي الدقيق. احنا طبعا لازم ننخله عشان نضمن لو في اي تكتلات او كرات كده، فاحنا بنضمن برضو يبقى انضف. اهو ندوب بقى كله كده. ما ننساش بقى نحط نص معلقه بيكنج باودر ورشه ملح. ندوبه برضو معاه. ننزل بقى بنص كوبايه السميد. دي السميد ناعم، لازم يكون دي السميد ناعم. نخلط بقى كل الخليط ده مع بعضه، ونكون محضرين صينيه مقاس 24، نكون دهنين بقى الطبقه من تحت بقطعه من السمنه كده، ونبطنها بدقيق، ومشغلين الفرن على 180 درجه. طبعا الشربات معانا على النار اول كده ما بيغلي طبعا، وكله بيتشرب مع بعض، وبنقوم طافين عليه اهو زي ما انتم شايفين كده. خليكم معايا بقى حبايبي اما اجيب الصينيه. اهو يا حبايبي بعد ما جبنا الصينيه وبطناها بالسمنه كده، حطينا قطعه سمنه وبطناها بالدقيق، وطبعا خلطنا زي ما انتم شايفين الخليط اهو ما شاء الله جميل جدا. ننزل بقى كل الخليط ده بقى في السمنه عندنا في الصينيه عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ان شاء الله الوصفه دي تعجبكم وتطبقوها وتقولوا ايه رايكم فيها، وهي ان شاء الله تعجب اولادكم كمان، لانها بتبقى كيكه جميله جدا وهشه وطريه وطعمها جميل اهو. احنا بقى مشغلين دلوقتي الفرن بتاعنا على 180 درجه زي ما قلت لكم. ندخله بقى في الفرن، وبعد ما نخلصها ان شاء الله نرجع ونوريها لكم. خليكم معايا يا حبايبي. اهو يا حبايبي الكيكه طلعت معانا من الفرن، وطبعا اختبرناها اهو بالفتحات زي ما انتم شايفين كده ان هي استوت وبقت جميله جدا، ريحتها حلوه قوي. دلوقتي بقى هنصب بقى الشربات اللي احنا عملناه ليها وهي سخنه كده. نزل بقى الشربات كله عليها عشان هي طبعا اهم حاجه انها تشرب الشربات ده، ونسيبها بقى تهدى كده، وبعدين نقدر بقى ايه نقطع منها بقى، نقطع منها بقى وايه بس هي سخنه جدا. اسيبها لما تهدى وهوريها لكم بعد ما تهدى ان شاء الله، واقطع لكم منها. اهو يا حبايبي بعد ما خلصناها وطعمها جميل جدا بسم الله ما شاء الله، وكمان شكلها حلو قوي وريحتها تحفه بسم الله ما شاء الله. انا عايزاكم بس تجربوا الطريقه وتقولوا ايه رايكم فيها، ويا رب ان شاء الله النهارده الوصفه تعجبكم. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لي تعليقات تقولوا لي ايه رايكم فيها. وبشكركم جدا يا حبايبي، مع السلامه حبايبي.